السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يتجدد بنا اللقاء اليوم في موضوع جديد وفيديو جديد إن شاء الله. اليوم نتكلم على تفريغ طائر الحسون داخل الأقفاص، ويعني بعض المعلومات التي يجب أن يعرفها المربي. فهنا يجب أن نركز على أنثى الحسون في الإنتاج. يعني فالأنثى يجب أن تكون يعني معتادة على الحياة داخل الأقفاص، وكذلك تحدثنا عن هذا في مواضع سابقة. فالأنثى يعني المفضلة هي الأنثى التي أحضرت وهي في البيض، وممكن يعني أن تنتج من أول عام. كذلك الأنثى التي أحضرت يعني من الصيد وهي صغيرة، يعني قبل أن تقوم بالتحناية أو التزويق، فممكن أن تنتج هي كذلك في العام الثاني. والأنثى يعني التي أحضرت صيد وهي كبيرة ممكن أيضا أن تنتج، ولكن في العام الثاني يعني، وتكون جيدة وقوية كذلك. فيعني في البداية يجب الاعتناء بالغذاء، وكذلك علينا أن نراقب براز الأنثى. والغذاء يجب أن يكون مناسب للأنثى حسب يعني المدار السنة. في فصل الشتاء يكون الغذاء يعني عند الأنثى عبارة على بذور الكتان وقليل من النيجر وخلطة البيض، وكذلك كل أسبوع أو أسبوعين، ويعني لا يوضع أي خضار للأنثى في فصل الشتاء ما عدا يعني الزعتر، فلا بأس به. فبعد فصل الشتاء نطعم الأنثى كل أنواع زهور الشوك، وإذا أمكن بذور الشوك والزعتر، وتقديم بذور مبللة ومزودة بالفيتامين، وخلطة البيض كذلك، وبذور الكتان. ويجب أن نكثر من النيجة أيضا. البذور المبلولة والخضار والزهور الشوك في موسم التزاوج. فبعد فصل الشتاء يمكن وضع الفيتامين على الخضار حتى لا نضعه في الماء. هذا ويعني يجب مراقبة دائما البراز عند الأنثى حتى لا تصاب بالتهاب في الأمعاء لا قدر الله. بالنسبة للأقفاص إخواني الكرام، دائما يعني هذه يجب مراعاتها. يمكن تزويج يعني الحسون في قفص صغير، لكن أهم شيء هو أن يكون الارتفاع يعني نسبيا مرتفع عن الأرض، وهذا أهم شيء، يعني فوق المتر، فحتى لا يكون يعني العش قريب من الأرض، وحيث أن هذا يتعارض مع الطبيعة. فالحسون بطبيعته يعني يميل إلى يعني حماية فراخه، وهذا يعني يجب أن يكون في مكان آمن بالنسبة له. المقاس تقريبا يكون عرض 80 في 40، هذا تقريبا مقاس مناسب. قلنا الارتفاع يكون متر إلى متر ونصف فما فوق. وكذلك يعني الكثير من الإخوان يشترطون أقفاص كبيرة، وذلك لأسباب عديدة. فيعني منها يعني طبيعة الذكر، يعني أنه يصبح أكثر هيجانا في القفص الصغير، مما يجعله يعني أكثر فضولا والعبث بالعيش والتكسير البيض إلى ذلك. كما أن لا أنصح يعني بوضع أكثر من أنثى مع بعض، يعني حتى أننا نزيد فرصة الإنتاج، هذا خطأ. فيعني هناك تكون منافسة بين الإناث، يعني فقد لا تتم عملية التزاوج كما ينبغي. نضع القفص في مكان بعيد عن يعني الأطفال يعني والحيوانات يعني المنزلية،
يعني عندما يكون الذكر جاهز يكون تقريبا المنقار أبيض مائل إلى الأصفر، ولا بأس يعني إن بقيت نقطة صغيرة سوداء في رأس المنقار، وتكون يعني الأرجل أيضا بيضاء مائلة إلى الأصفر، ويكون طائر شديد الغناء يعني في قمة التغريد. والأنثى كذلك تكون لها علامات نفس علامات الذكر، إلا أنها تلعب في أي شيء، كأنها تريد أن تبني العش مثلا، تلعب في الأوراق صغيرة أو الريش. وأفضل طريقة لاختيار الذكر للأنثى أن تضعهم في قفص كبير مع بعض ممكن أنثى أو أكثر، فمن سوف تجد يعني انسجام كبير بين كل ذكر وأنثى، وذلك من خلال الغناء، ويعني يقوم بإطعام الأنثى. فهنا يقوم الذكر باختيار الأنثى الملائمة له، وكذلك الأنثى تقوم باختيار الذكر، وهذه علامات على يعني حصول تزاوج ناجح. هذا يعني حتى تتجنب يعني مشكلة الانسجام إذا كانت الأنثى ترغب في ذكر معين. بالنسبة للعش فمكانه داخل القفص مهم أيضا. من الأفضل أن تضع يعني خضرة صناعية ولو صناعية على العش، وأن تضع يعني في مكان جيد بحيث تشعر الأنثى فيه بالأمان، وإن وقف فوقه طائر لا يقع يعني البراز بداخله. ومادة التعشيش من الأفضل أن تكون ناعمة كالخيط أو الخيش، وقليل من الحشائش وكذلك القطن، ويكون في زهور الشوك. وبعض الإخوان يستخدم صوف الخروف أو شعر الماعز، أو حتى يعني شعر ذيول الخيل إلى ما ذلك والماعز. فعلى الإخوان يعني في بعض الأحيان توخي الحذر من هذه بعض المواد، يعني قد يكون فيها بكتيريا وأمراض جلدية. فهناك ملاحظة بسيطة، يعني قد تبدو يعني الأنثى أو أنثى الحسون مريضة يعني في البداية، أو عندما تبني عنقود البيض يعني الداخلي، وهذا يعني راجع لأنها صرفت يعني بروتين كثير، ولأنها كانت ضعيفة وتحتاج لتغذية. فيعني في هذه الحالة لا يجب الإمساك بها أبدا إخواني الكرام، يعني باليدين، حتى لا يعني تعطلها عن وظيفتها التي تقوم بها. لكن يجب يعني المراقبة دائما، يعني مراقبة البراز، فهو يعني من أهم الأشياء التي تدل يعني على صحة الأنثى. إذا إخواني الكرام نكتفي بهذا القدر كي لا نطيل في الفيديو. إن شاء الله في فيديو قادم نتطرق إلى مجموعة أخرى ومهمة من المعلومات بالنسبة للإخوان يعني المقبلين على الإنتاج طائر الحسون داخل الأقفاص. أتمنى أننا نكون قد يعني أفدناكم ولو بشيء بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.